أظن ويظن كثيرون على أن أي مجهود جماعي في ميدان من الميادين، وخصوصا الميادين التطوعية أو الفكرية أو الجماعية، هو مطلوب، بل يلح عليه. ولذلك ما أقوم به هو أن أضم مجهودي المتواضع إلى باقي المجهودات والأفكار النيرة الصالحة الطرية الخالية من أي نوايا لتحسين الرياضة في المغرب وكرة القدم بالخصوص. لهذا أطل أنا هذه الإطلالات، واللي لا تعتبرونها مواقف ولا تعتبرونها انحيازا لغيري أو دفعا لغيري أو شيء مشكوك في نواياه. يظهر لنا جميعا أيها الإخوان أنه لا توجد قوة في المغرب تعطينا مكلفين بتدبير الرياضة من الرياضيين الأكفاء، وتقدم ممارسة رياضية ليس فيها جنرال كبير كحسن بن سليمان، وليس فيها مبعوث خطير أولئك الذين ترسلهم أو تبعثهم القوات الكاسحة في المغرب كفيصل العريشي مثلا، أو تعطينا رجل ككمال الحلو لا تخلونه دائرة من دوائر المال والرياضة والمجتمع والكلام الكاذب وإلى آخره. كما لا توجد قوة خارقة في المغرب تعطينا من الكرة نادي كالوداد، وداد عبد الرزاق مكوار، نادي خال من المضاربات وسليم النتائج والحسابات. وتعطينا فريقا كالمغرب الفاسي اللي كانوا عنده 5 في المنتخب الوطني، و5 رسميين، و5 لهم مكانتهم. ما عنديش نطول باش نقول لكم فلان وفلان وفلان الى اخره. او تعطينا فريق قوي اخضر كالرجاء البيضاوي، ولكن الرجاء ديال حميد باهش وديال سعيد غامدي وديال بتي عمر وديال عبد الرحيم وديال عمر النجاري، اخر ضرات العقد او ضرار العقد. كما لا توجد وصفة تعطينا والد نادي كالمرحوم المعطي بوعبيد الذي كان يأخذ مقعدا كرسي قديم وكيجلس عليه والجمهور موراه، وكيجيب حداه المرحوم عبد القادر جلال وكيبقى معاه بالنكات وسرد الذكريات. وهو وزير أول، وهو يسير البلاد، يسير المغرب، ما معاه لا حرس ولا هواس ولا ضجيج ولا والو، كيجي يجلس كيبتسم، لا كيتكلم ولا كينصح ولا كيعطي اوامر ولا غير ذلك. الناس باقيين. الرجاء دابا عندنا حالة الناس على كل حال، لكل زمان رجاله. كما لا توجد معجزة، أنا كنظن معجزة في هذا الوقت تعطينا جماهير الرجاء النقية، جماهير تستحق الانتساب للرجاء وتتبادل مع الرجاء الغزوات في الكرة وليس المشاكل أو خلق المشاكل. مكان هذه الجماهير اليوم التي تحرق بالنار والشنار مصالح الرجاء، وهذه أنا اللي كنطلب الله يعاوني نكون ضدها علانية. قال لي واحد الخبير بشؤون الرجاء وشؤون الكرة بالدار البيضاء، كاين 3 الفصائل اللي كتدعي الانتساب، فصائل الجماهير تدعي الانتساب الى الرجاء، وسماها لي وقال لي إلترا اجينز ويرمز لها ب EU، وجرين بولز ويرمز لها بالحروف اللاتينية جيبي، ثم آخر إلترا خلق كيقولوا خلقها ودرقها والله أعلم، إلترا درب السلطان.
ما هو دور هذه الجيوش الجرارة؟ غالبيتها لها نوايا حسنة، وأقليتها وهي خطيرة وهي التي تتحكم في عدد كبير من الجماهير وتكسب على حساب المغفلين من الشباب اللي كيحبوا الرجاء فعلا ويعيشون على ابتزاز مكاتب الرجاء. كان زعماءهم باقين ولا لا؟ كان زعماءهم يتلقون مقادير من الأموال لا تخطر على بال. ليش كيتلقاو هذه المقادير؟ كيقولوا بأنهم كيديروا لافتات من كل الأنواع بما فيها تلك العملاقة، يقولوا كيشريو بها الأدوات ديال الزمير والتنفير والتطبيل، وكيقولوا كيعطيوها لدوك الناس مساكن اللي كيخدموا معاهم ويقلبوا على الأنصار ويقلبوا على الأخبار اللي كيجيبوه كيعطيوها لذاك المسؤول اللي كيعطيهم الفلوس. هذه الأموال كان كيصرفها الرجاء، كانوا ماشي دابا ماشي بعد سنة، كانوا كيصرفوها أسبوعيا، سواء وقتاش ما كانت مباراة كيكون هاد المصاريف هذه، وكأن داك الطبل غير كيساليو به كيقطعوه يتخبوه، وكأن داك المزمار كيلوحوه وديك الغيطة كيلوحوها إلى آخره وكيعاود يشريوها. كان فيهم جماعة أو أغلبيتهم كيمشيو ياخذوا الأقمصة الرجاء، إما من مستودعات الملابس وإما من متاجر الرجاء، وهذا الشيء اللي جعل تلك المتاجر تفلس كما يقول لأولئك الأصدقاء. إذن كانوا كلهم يطلبون المال ويأخذونه لتسهيل مهمة المشجعين وخصوصا التذاكر. كانوا كياخذوا على الأقل، كاين فيهم اللي كان كياخذ 100 200 300 تذكرة كيمشي بيعها وكيبيعها لراسو، ما كيبيعها لا الإيجلز ولا البويز ولا البولز ولا والو. هادو جوج الخوت في هولندا داروا واحد الموقع سماوه رجا ديما. لما مشى بودريقة جاو عند حسبان قالوا له حنا هذا عندنا موقع، قال لهم كنعرف، الله يخليك غتبقى تعطينا الأخبار. قال لهم ما غنعطيكم لا أخبار ولا غيرها، الرجاء عندها الموقع ديالها والأخبار كاين الجهات اللي تمشي لها الرسمية. لا ما عندكم، قلبوا على الأخبار راسكم وديروا الموقع أو ما ديروش، ينجح الموقع أو ما ينجحش. أنا ما غادي نعطيكم أخبار، لا أنا ولا المكتب ديالي ولا الرجاء كلها. وقال لهم نزيد لكم واحد، رجاو شي وحدين وطلبوا لي التذاكر، قلت لهم التذاكر ما بقاتش الرجاء كتبيعها، سيروا عند كازا ايفنت هي اللي كتبيعها. حنا ما عندنا غير التذاكر اللي ياخذوها الداعمين للرجاء اللي الرجاء محتاجين لهم، هادو هما اللي كياخذوا التذاكر ولا شي واحد كياخذ التذاكر. هؤلاء ما خلاوش شي جهه اللي ما ابتزوهاش، ابتزوا حتى المدربين. وسيروا عند عبد الحق بن الشيخ ها هو رشح وسقسيوه، نقولوا له شنو العلاقه ديالك مع اللي كيسميو انفسهم انصار ديال الرجاء. هؤلاء كلهم كيطالبوا الان برحيل حسبان، وهم اللي كانوا كيطالبوا برحيل بودريقة، وهم اللي غادي يجي واحد اخر من بعد حسبان من بعد دابا ولا من بعد وغيعاود يطالبوا بالرحيل ديالو، وهم اللي خص تتخلص منهم الرجاء بأي طريقة باش تبقى رجاء الملكية فعلا. هذه القضية ديال الرحل والله إلا زينة، دير واحد اللافتة وكتب فيها حسبان يرحل بأي حق. شكون انت باش تقول حسبان يرحل؟ انت ناخب، انت في واحد اتحاد الشباب ديال شي حزب او شبيبة حزب، شكون انت؟ هذوك اللي كيقولوا ارحل عنده الحق، الدستور كيعطيه الحق لانه كيمشي يصوت على هذاك الوزير ولا البرلماني ولا على شي مسؤول وكيقول له ارحل. لكن انت يا مبتز يا نصاب
تجي وتجمع واحد الجماعه وتقول لهم غنمشيو لقدام مكاتب الرجاء ونقولوا للحسبان رحل، ونمشيو قدام المكاتب ونقولوا العمور رحل، وتا واحد وما كيعرفوش شكون هو، ما كيعرفش تاع الحسبان، ما كيعرفوش بأي حق. أنا اقترحت على واحد عضو في مكتب الرجاء منذ 3 أشهر، قلت له أنا لو كنت في حسبان ندير شكاية عند السيد وكيل الملك باش ندم هذاك اللي كيكتب لك اللائحة ويجي يقول لك رحل. أنت ما كتخرجش التذكرة ديالك، أنت من دوك اللي تسبوا للرجاء باش تظهر من الدار البيضاء لمدة سنة، لأنهم رميتوا ذاك المفرقعات والحراقيات على الخصوم وعلى اللاعبين ديال فريق الخصم المرة الأولى والثانية. أصدقائي، إلى اللقاء.